نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواتي وحبايبي، ربنا يبارك لي فيكم وما تحرمش أبدا من رأيكم ودعمكم ووقفتكم جنبي. أنا فعلا الفترة اللي فاتت بمر بمشكلة كبيرة جدا مضايقاني وتعباني نفسيا قوي. هقول لكم القصة من الأول. أنا بقالي دلوقتي أكتر من 14 سنة في مجال الدعوة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. دخلت مساجد كتير وساعدت ناس كتير في تعليم القرآن وحفظه، وبفضل الله بدأت موضوع الصدقات معايا. اما كنت رايحة المسجد لناس في بلد بعيد عني، فكنت بركب لهم مواصلتين، وكان الموضوع مرهق ومتعب. فبدأوا الأخوات دولت يجمعوا من بعض مبلغ من المال ويقولوا لي ده أجرك أو تعبك أو مواصلاتك أو المهم. أنا زوجي كان رافض الموضوع ده رفض نهائي، وأقسم عليا ما أخد أي مليم من أي بيت من بيوت الله، واتفقنا على كده وبريت قسمه. بس الأخوات كانوا لموا مبلغ وصمموا إن أنا أخده. يا جماعة يهديكوا يرضيكوا، والله ما ده بتاعك انت مش هناخده. قلت لهم جوزي حالف. قالوا طب هنرجع الفلوس لاصحابها ازاي؟ مش هنعرف نرجعها. اتفقنا ساعتها ان الفلوس دي تخرج لله ونفك بيها زنقة حد مزنوق. الحمد لله. ومن اللحظة دي بدأنا نساهم في مساعدة الفقراء، وكل أسبوع نلم ويجي لنا حالة جديدة وبدأنا نساعد، وبدأ الموضوع ده ينتشر في كل المساجد، وكبر الموضوع بفضل الله. وياما بفضل الله يعني جهزنا بنات أيتام من الألف للياء، وياما ساعدنا ناس في عمليات، وياما فتحنا بيوت أيتام أو فقراء أو مرضى. اللهم لك الحمد. ربنا استعملنا للخير كتير جدا. فبقالنا على الحال ده فترة طويلة، وكبرت المجموعة وما شاء الله بدأ الخيرات تكتر، والحمد لله رب العالمين. لدرجة ان الموضوع كمان زاد معايا، وعملت جروب اسمه أهل الخير على الواتس، وبدأنا أخوات من كل العالم نلم من بعض ونتصدق بفضل الله. في رمضان اللي فات عاملين 300 شنطة ل 300 أسرة. كل شنطة بسم الله ما شاء الله كان محدش يقدر يشيلها من تقلها، وفيها من خيرات الله. جهزنا بنات أيتام، جبنا لهم بوتاجازات وغسالات وتلاجات وعفش. عالجنا ناس كتير وساعدنا ناس كتير بفضل الله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب الكلام ده كله لحد دلوقتي جميل. المشكلة فين؟ لأن أنا بعد الفترة دي كلها بكتشف إن في ناس كانت بتضحك عليا. كانوا بيبقوا ما يستاهلوش ويطلبوا وياخدوا اللي مش ليهم. والموقف ده اتكرر معايا كتير اكتر من مره. طبعا انا مش هعمم القضيه واقول ان الناس كلها بياخدوا اللي مش لهم والناس كلها بتطلب اللي مش، لا، في ناس غلابه وفقراء ويستاهلوا. بس في ناس كتير طبعها وحش واسلوبها وحش. يعني اكتشفت في مره من المرات ست قاعده بتعيط في السوق، كانت بتبيع خضار في شارع في السوق، فانا لقيتها بتعيط وحالتها صعبه. فسمعتها وهي بتعيط لواحد في التليفون وبتتحايل عليه، ابوس ايدك، طب اصبر عليا، طب مش عارفه ايه. فبعد ما خلصت المكالمه انا سالتها مالك يا حاجه؟ يعني هي ما طلبتش مني حاجه اهو. مالك يا حاجه؟ قالت لي الوضع كذا كذا ومحتاجه 5000 جنيه سلفهم من جوز بنتي، وجوز بنتي هيطلقها وان ما ادتهمش له هيطلقها. خدتها معايا المسجد واتفقنا مع الناس ولمينا لها المبلغ، ورحنا سدنا دينها وتمام التمام. اتفقنا معاها انها هتسدد المبلغ كل اسبوع 100 جنيه على قدها كده. والله يا اخواتي صدق، يعني سددت مره واثنين وثلاثه، وبعد كده ما رضتش ترد على تليفوناتنا، ولا رغم ان احنا موضينها على وصل امانه زي ما ربنا قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. طب حتى احنا موضينها على وصل امانه هنشتكيها؟ يعني هنروح نحبسها؟ المهم سامحنا لوجه الله ولمينا الفلوس وسددنا الناس اللي كانت دافعه، وعدى الموقف على كده. قيسوا على كده بقى كتير، ناس كتير. في مرة راكبة المواصلة مع واحدة، ولقيت واحدة بتكلم واحد في التليفون وبتعيط منهارة من العياط، الولد هيموت مني، ده طالبين له حقنة ب 300 جنيه ومش لاقية حد يسلفها لي، وكلمت فلان وكلمت فلان ومحدش راضي يديها لي. بعد ما خلصت المكالمة فبقول لها يا أختي انت في ايه؟ راحت حكي لي المشكلة. ابنها في مستشفى الأورام ومحتاج حقنة ب 300 جنيه ومش لاقية حد يديها لي. أنا كان معايا ساعتها في شنطتي 200 جنيه. قمت واخداها ونازله عند واحده صاحبتي، قلت لها استنيني هنا، واستلفت ال 100 جنيه التانيه اللي هي عايزاها من واحده صاحبتي، او باين اديت لها كمان 150 جنيه علشان مواصلاتها وكده. اديت لها يومها 350 جنيه، وخلاص انا كده عملت الصح وعملت الواجب وتمام التمام. بعد كده بتصل بها، عرفت بقى اخوات تانيين وكنا هنروح لها المستشفى نساعدها وكده. فبس يعني وخدت رقم تليفونها.
فبتصل بيها بقول لها انت فين عشان نجيلك نزورك ونشوف الولد ونجيب لك فلوس تانية. قالت لي ده انا خرجوني من المستشفى. طب انت فين دلوقتي؟ قالت لي ده انا في مستشفى بعيد، يعني قالت لي مستشفى بعيد عننا خالص سفر. فبقول لها خرجوكم من المستشفى ليه؟ قعدت تلف وتدور، حسيت انها بتشتغلني. وبعد كده راح الموبايل بتاعها مقفول. طيب انا دلوقتي غلطت في ايه؟ يعني غلطت في ايه؟ انا سألت، يعني دي كانت غلبانه وقاعده بتعيط ومش بتكلمني ولا بتطلب مني، ده بتطلب من واحد تاني ودموعها كانت تكفي. فانا بيضحك عليا. انا مره واثنين وثلاثه واربعه بيضحك عليا. انا بشوف الناس بتعيط بيصعب عليا. انا بحسن الظن في الناس، وده المفروض ان ده ديننا، المفروض ان ده ديننا ان احنا نحسن الظن في الناس. كون الناس نفوسها وحشه ولا، فانا ما عنتش، انا فقدت الثقه في نفسي بجد. ما عنتش حاسه ان انا عندي القدره على مساعده حد. بقيت خايفه ادي الفلوس لحد يطلع مش امين. انتوا عارفين المشكله فين؟ المشكله لو المبلغ فلوسي او فلوس خاصه بيا، انا ما عنديش اي مشكله. يعني في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين انتوا الحديث المشهور بتاع الرجل اللي تصدق على سارق او تصدق على زانيه او تصدق على غني؟ سيدنا النبي قال له كده كده صدقتك وصلت، ولعله السارق يتوب، ولعل الزانية تتوب، ولعل الغني يعتبر منك. والله أنا عارفة الكلام ده كله، إنما الفكرة كلها إن دي أمانة، دي فلوس ناس. فأنا خايفة إن أنا أكون مش قد الأمانة. اللي بيدفع المبلغ بيدفع المبلغ وبياخد أجره من أول ما بيخرجه، خلاص هو كده حسناته وصلت له. واللي بياخد الفلوس بياخد الفلوس بيستمتع بها. إنما المشكلة في أنا الكبر اللي بينهم وبين بعض. أنا اللي شايلة الأمانة. ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول. والله يشهد ربنا إن أنا ما بحط جنيه في مكان إلا ما أكون شايفة الحالة بعيني ومتأكدة منها بنفسي وسائلة عليها. وفي الآخر برضو بيطلعوا نصابين. يعني آخر مرة واحدة جات لي المسجد لحد باب بيت ربنا وجايه تبكي وتقول ولادي نايمين على الارض وما فيش حاجه ياكلوها وظروفي صعبه وجوزي مريض. انا مش قلت لها مثلا هجيلك الاسبوع الجاي ولا هجيلك بكره، انا قلت لها انا جايه معاكي حالا. وفعلا ركبنا ورحنا معاها. دخلت على بيتها فجأة وشفت فعلا بيتها على الارض وعيالها نايمين على الارض وجوزها نايم مريض وحالتها تصعب على الكافر. صورت الحالة اللي شفته بعيني، وريته لكم، وريته للناس، صورت الحالة. وجينا بفضل الله في خلال 10 ايام شهر كنا لمينا لها فرش، فرشنا لها الشقة بسم الله ما شاء الله. بعد ما كانت على الارض بقى مش ناقصها اي حاجة. كان عليها ايجار 3 شهور، لمينا من بعد ودفعناه لها كل شهر ب 750 جنيه. كان عليها فلوس للسوبر ماركت ومش راضي يديلها الفلوس، يديلها تاكل هي واولادها، وواقفه تعيط عيالها مش لاقيين حاجه ياكلوها. سددت لها فلوس السوبر ماركت. وفي ناس اخوات ربنا يبارك لهم، منهم واحده اللهم زد وبارك واديها الصحه والعافيه، ست كبيره والله ما اعرفها، هي من المتابعين وزمانها هتسمعني. لقيتها بتتصل بيها بالتليفون وبتقول لي انا هبيع حاجه من ايدي وابعتها لك للست دي. وفعلا لقيتها بعتالي 18700 او 800 جنيه، يعني المهم 18000 وشويه. بعتلي مبلغ كبير. فالست دي تتلم لها اكتر من 25000 جنيه. سددنا لها فلوسها وسددنا لها ايجارها وسددنا لها السوبر ماركت وفرشنا لها شقتها، واتبقى معايا 20000 جنيه. هعمل بهم ايه؟ لو اديتهم لها مره واحده يبقى انا بقول لها اصرفهم في 3-4 شهور. فاستعنت بالمثل الصيني اللي بيقول بدل ما تعطيني سمكه علمني كيف اصطاد. فقمت اقترحت انا وزوجي ان احنا نجيب لزوجها توك توك. توك توك ده مواصلة، يعني حاجة صغيرة كده بيركبوها، معرفش انتوا عارفينها ولا لا. المهم ان هي مواصلة منتشرة جدا عندنا، سعره رخيص ب25,000 جنيه، وبيدخل بسم الله ما شاء الله فلوس كتير. وفعلا جبنا لهم التوك توك ويعني وتمام التمام، كل حاجة ماشية مظبوط. واتفقنا معاها انها يا صح فلوسها ال20,000 جنيه دول فلوسها او المبلغ ده فلوسها، ولكن انا اقترحت ان يبقى خير لا ينقطع، وان الفلوس اللي هتيجي منها انها تديني مثلا كل يوم 50 جنيه من ايراد التوك توك، بحيث ان في بيوت مسلمين وبيوت فقراء تانية تتفتح. واتفقنا على كده ومضيناها على وصل امانة، واقنعتها ان ده دين ليا عشان تصدق وتسدد. ومضت على وصل امانه هي وجوزها. وبعد ما جيت توك توك وفضل يشتغل يجي 20 يوم، وكل يوم يدخل لها 300 جنيه. وبقت بعد ما كانت بتشحت قاعده قدام باب مسجد بتشحت وبتمد ايدها للناس، اتعفت واتسترت وقعدت في بيتها. سددت لها بفضل الله كل ديونها، وعملت لها كل حاجه، وفرشت لها الشقه، وجبت لها شغل. 10 ايام يا جماعه. انا رحت اسبوع اسكندريه انا واولادي، على ما رجعت لقيتها فضت الشقه
وخدت عفشها ومشيت ومعناش عارفه هي فين. ارن عليها في التليفون مش راضيه ترد، لا هي ولا زوجها. طب واحده تانية غيري كانت تاخد الوصولات الامانه وتروح تحبسها. هل انا بساعد الناس عشان احبسهم؟ وفي الاول وفي الاخر اللي خدته فلوسها، ولكن انا عارفه ومقتنعه انها فلوسها وحلالها وربنا اللي باعتهم لها، ولكن هي بينها وبين نفسها مقتنعه انها نصبت عليا. فانا جالي حاله نفسيه، انا كرهت نفسي وكرهت التعامل مع الناس. بعد ما كنت بحسن الظن في كل البشر بقت عندي سوء ظن في كل البشر. بقى اي حد يطلب مني مش قادره. بقيت بعد ما كنت ربنا جعلني سبب في ان اساعد اي حد محتاج واصدق اي حد مزنوق واقف قدام الكل واقف جنب الكل، بقيت النهارده عندي حاله نفسيه ما كنتش مصدقه اي مخلوق خالص بسبب الكذب والنفاق. وتبقى واحده غلبانه فعلا وبتربي في ايتام وظروفها صعبه وسائلين عليهم متاكدين بنفسنا، وفجأة انها جايبه لبنتها 12 بطانيه، جايبه عدد لا حصر له لا نهائي من الملايات والفوط. ده بنت ست بتربي في ايتام وظروفك صعبه، ما تتقي الله وتجيبي اللي على قدك. فانا مش عارفه اتصرف، انا حاسه بتوهه وحاسه بالعجز. انتوا يعني مش عارفه هتقدروا موقفي ولا لا. انا بقالي 14 سنه بساعد الناس والله وطول عمري بفضل الله. يعني انا بتكلم على ان انا بقالي 14 سنه بساعد كتير، انما قبل كده كان من مالي الخاص على قد ما قدرت، فانا عمري ما برد سائل. النهارده بقى الناس تطلب مني زي ما هم متعودين، انا مش قادره اساعدهم وخايفه اساعدهم. فانا مش عارفه هل انا صح ولا غلط. يعني سبحان الله، انا بقالي فتره وقفت الموضوع ده خالص وقلت يا جماعه انا مش قد الامانه ومش هساعد حد ومش هعمل حاجه تاني ومحدش يجيب لي فلوس وانا مش هدي لحد حاجه، وتوقف الموضوع على كده. سبحان الله، دايما يجي لي كوابيس ويجي لي رؤى ان ناس بتخبط على الباب وانا مش راضيه افتح لهم. اقوم من النوم مفزوعه لان انا متعوده ادي ومتعوده ان انا ما ردش سائل ابدا. ربنا اللي قال يا جماعه واما السائله فلا تنهر. فانا مش قادره ارد سائل، وفي نفس الوقت انا خايفه من الامان. فمش عارفه هل انا اكمل ولا اوقف ولا اعمل ايه. وكمان بقى عشان الموضوع ده كله يكمل تجيلي الرساله اللي قلتها لكم امبارح من الاخت ام عبد الرحمن، ربنا يبارك في عمرها يا رب. واسمع الابيات الشعر دي اثرت في نفسي وخلتني بكيت وزاد الحيره في قلبي اكتر واكتر. الشعر بيقول: واكرم الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يده للناس حاجاته. انا كنت كده بفضل الله بقالي فتره طويله ما كانش حد بيسالني او بيطلبني او بيجي يعني يقصدني وارده خائب، وكنت بحس ان ربنا استعملني للنعمه دي يرد عليا البيت اللي بعدها: واذكر فضيله صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجاته. كنت دايما اقول لنفسي يا بنت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون رفع عنك بلاء، كان ممكن انت اللي تحتاجي وتطلبي وتمدي ايدك للناس، ولكن ربنا جعلك في قضاء حوائج الناس. يرد البيت اللي بعده: لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. طيب أنا مش عايزة أقطع يد المعروف عن الناس، ولكن أنا خايفة من الأمانة. فبالله عليكم شوروا عليا، هل أنا صح ولا أنا غلطانة؟ أكمل ولا أوقف؟ أعمل إيه؟ مش عارفة. ونختم بالبيت الشعر بيقول: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فأنا في حيرة من أمري ومش عارفة أتصرف إزاي. أكمل في موضوع الخير ونستمر ونساعد الناس؟ والله بتحقق وبتأكد وبشوف بعيني وبصور وبسأل وباخد أوراق، وفي الآخر برضو الناس طماعة وكل واحد عايز ياخد اللي له واللي مش له، مع العلم إن يوم القيامة اللي بياخد حاجة مش من حقه بيجي جلد وشه بيسيح قدام ربنا من الحياء يوم القيامة. والله يا جماعة أنا عندي مقولة كده حطاها قدام عيني، يعني بترعب لما بسمعها: من فتح بابا للمسألة فتح الله عليه 70 بابا للفقر. فسبحان الله، اللي بيسأل اللي مش له، واللي بيمد ايده ياخد اللي مش حلال، واللي بياخد يدخل جنيه حرام. ده بيت الشعر بيقول: جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. يعني جنيه واحد يخش على مال الناس بيبعثر كل حاجة. والله لما بيكون معايا فلوس الناس بتقي الله فيها لأقصى درجة، مرضاش أركب حتى المواصلات وأنا رايحة من بيت لبيت ومن مكان لمكان بقضي حوائج الناس، مرضاش حتى
عايزة ادفع المواصلات من فلوس الناس. اقول يا بنتي من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. وسبب الخير والبركة اللي انا فيها انا وبيتي وزوجي وحياتي بسبب الوقوف جنب الناس ومساعدتهم. فانا مش عايزة اقطع عن نفسي ولا على الناس الخير، وفي نفس الوقت انا خايفة من الوقوف امام الله. اللي بيدي الصدقة بياخد اجرها، واللي بياخد الفلوس بيستمتع بيها، وانا اللي هقف قدام ربنا اتحاسب. خايفة لما اكونش قد الامانة، خايفة لما اكونش قد المسؤولية. لان انا بطبعي بيضحك عليا، انا بطبعي صدق الناس، فمش عارفه اتصرف ازاي. بالله عليكم شوروا عليا في التعليقات، اكمل ولا اوقف ولا اعمل ايه. ربنا يجازيكم خير ويجعلكم دايما عون ليا. وشكرا على سعة صدركم وانكم سمعتوني للاخر. جزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيكم يا رب، ويتقبل مني ومنكم صالح العمل، ويغفر لنا اساءتنا وتقصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.